السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مهندس محمد هشام من قناة محمد هشام اركتكت. ان شاء الله يا شباب هنكمل ورشة السكتش اب اللي احنا بدأناها. احنا خلصنا الموديل كله كديزاين في السكتش اب، ودلوقتي هنبتدي عليه في مرحلة الريندر في اللوميون، وان شاء الله هنقدم نفس الورشة دي على الفي راي كمان. تمام. فدلوقتي هنبتدي ان احنا نعمل امبورت للموديل بتاعنا ونبدأ عليه الشغل. تمام. ناخد الوضع بتاع الكاميرا بتاعنا اللي احنا عايزينه. ادي كده. تمام يا شباب، بعد ما خدنا الاربع صور بتوعنا اللي ان شاء الله هيبقوا للاوضه يعني، دلوقتي عايزين ان احنا نبتدي نظبط الماتيريال للغرفه عندنا، بحيث لما نيجي نرندر يعني احنا لو جينا دلوقتي عملنا تيست زي كده من غير اي افكت، من غير اي حاجه، يا دوبك الماتيريال بس خدتها من سكتش اب لل لل لللوميون، ما عدلش عليه اي حاجه. تمام. احنا دلوقتي عايزين نروح ونظبط الماتيريال بتاعتنا، فهنبتدي. طب يا شباب، هو الجزء ده انا خليت يعني خليت ان انا بتكلم فيه وبشرحه عشان كان في حد من في الناس في القناة المشتركين في القناة يعني قال لي بلاش ان احنا نحط ميوزك وكده، خلينا ان احنا نشرح احسن. انا بحط ميوزك عشان هي الفكرة كلها ان الجزء ده بيطول، وبيبقى الجزء ده بيبقى في الماتيريال شيء نسبي او يعني مفهوم، ملهوش ستاندرد قوي يعني. تمام. بسم الله. طيب احنا عايزين نفس الماتيريال دي نديها ستاندرد، هنقلل الفليك شوية. تمام كده، عليه كده مثلا. تمام. بعد كده عندك الورق هنا ستاندرد برضو، الريفلكتيف هنا، نقلل الجلوسنت شوية. تمام. بعد كده ده المفروض ماربل، هنعمل كده، نقول إن احنا هنديله ستاندرد. ده هنخليه زي ما هو، نزود الجلوسنت شوية. تمام. طيب نبتدي بالخشب ده، عايزين نخليه على الريفلكتيف بتاعه، بحيث ان هو ما يبقاش سطح عكس اوي كده. نعمل البلوسنس شوية، نزود ده سيكا. تمام. ناخد البازة ستاندرد، تخيل هنخليها كده بحيث ان هي تبقى الريفلكشن بتاعها عالي. ده المفروض بلاستيك او سطح برضو بيلمع، فهنقلل بس البلوسنس بتاعته شوية. تمام كده. طيب الأجهزة دي برضو نفس الكلام. تمام. دي نفس الفكرة. تمام. تمام. نعمل الإطار بتاع التلفزيون ده على ما أظن كده. تمام. الصورة. تمام. الإطار ده المفروض الإطار ده هيبقى من الميتال، وهنزود الجلوسنس بتاعته شوية بحيث إن هو
يبقى بيلمع، أو لما الضوء يجي عليه يبان إن هو سطح. نيجي هنا كده ستاندرد، تمام. هنا تمام. الكتب دي هي الناحية اللي هناك، فأنا هعملها خلاص. تمام كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالمنطقة اللي عند التلفزيون. طبعا يا شباب احنا لما بندي الماتيريال وبنظبطها بنروح للريندر وبنشوف ايه الكلام، هل محتاجة تظبيط تاني ولا لأ. يعني كل ده مش ده الفاينل بتاع الماتيريال، لازم نروح نرندر عشان نشوف الماتيريال متظبطة ولا لأ. طيب نيجي هنا، احنا دلوقتي عندنا الجزء ده، جينا نظبط الماتيريال بتاعته. تمام، ده ستاندرد برضه. تمام، نقلل الريفلكتيف شوية والبلسمنت شوية. تمام، خد الأرضيات، قصدي تمام. تمام كده، خد الأباجورة. تمام يا شباب، كده احنا خلصنا بالسلايد بورد اللي هنا دي. تمام كده، احنا عايزين نبتدي بقى في الأرضيات، نظبط الخشب بتاع الأرضيات الباركيه. فلو قلنا مثلا إن احنا طبعا يعني احنا عايزين هو خشب، فالخشب طبيعته إن هو حاجة قامتها يعني شوية، أو مش بتلمع بدرجة كبيرة يعني. فاحنا اللي احنا عايزين نعمله، احنا بس هنخفف ونشوف بعد كده في الريندر لما نيجي نرندر هل هي مظبوطة ولا لا. يعني انتوا شايفين من هنا كده الانعكاس بتاع السما باين هنا اهو. فانا مثلا لو قللت الجلوسنس شوية الانعكاس بيروح. خليه كده مثلا. تمام، دلوقتي معانا هنا. مثلا على الكومودينو دلوقتي، فاحنا بنظبط كل الماتيريال. ده خشب، فاحنا المفروض يعني نخلي الريفلكتيف كده شوية، نقلل الجلوسنس. تمام، ده تمام.
نقلل الريفلكتيف بس نطلع فوق نضيف. تمام، اللي بعده الكتاب اللي بعده. تمام كده. طيب احنا كده خلصنا الكومودينو الجزء اللي هنا. نخش في الجزء اللي هو المفروض ورا السرير هنا. ده الخشب كله حتى بتاع الدولاب، فاحنا هنعمل ستاندرد. عايزين نفضل زي ما هو، هنقلل الريفلكتيف بتاعه، نجلسنا شوية بحيث ان ايه، لسه هنجرب ونشوف في الأجزاء اللي جاية. طيب هنا ده المفروض المنظر خام، فاحنا عايزين يبقى ريفلكتيف بس في نفس الوقت يدي ان هو حاجة خشنة او التكتشر بتاعته تبقى بالظبط كده. لو احنا شايفين الضوء لما بيجي عليها بيبان. تمام، نعمل الجزء ده خاص باللايت. طيب احنا عندنا هنا ستاندرد، عايزه يبان طبعا في سكة لو لمعان. تمام، طبعا الماتيريال دي هنديها المسف بحيث ان هي تنور. تمام، نيجي للجزء الخاص بالميتال اللي هنا ده كده ثانية. تمام، جزء من السور. تمام، هعدله يا شباب وارجع لكم. تمام يا شباب، عدلتها ورجعت. طيب احنا زي ما قلنا احنا خلاص خلصنا الجزء الخاص بالسلايد بورد هناك، والجزء الخاص بالتلفزيون او منطقة المنطقة هنا دي كلها. بعد كده خلصنا الكومودينو، وخلصنا الجزء اللي هو اللي ورا السرير، والدولاب برضه عشان هو كان نفس الماتيريال. المفروض اللي هنا دي كده هتبقى هنا في مراية، فاحنا عايزين نظبطها بس الأول. نعمل كده نخليها ستاندرد. تمام، نخليها ريفلكتيف في النص، والنص يبقى عالي بحيث ان المراية تبقى مظبوطة معانا. تمام كده احنا خلصنا. ناقص الجزء بقى اللي هو الستاير والدهانات. اهو المفروض برضو الشباك هنا هيبقى من نفس المشكلة يا شباب، هعدلها واجيلكوا. تمام يا شباب. كنا بنقول احنا عايزين نعمل الجزء الخاص بالماتيريال بتاعت حل الشباك. فهيبقى احنا عايزين دلوقتي ان احنا نقرب بس عشان نشوف الدنيا كويس. ونخليه ريفلكتيف سيكا والجلوسنس كده. تمام، نعمل الدهانات. احنا قلنا عايزين نخلي الجزء الخاص بالفابريك في الاخر، فاحنا دلوقتي هنعمل الدهانات، بعد كده نشوف الفابريك بتاعنا. طيب احنا ده كل ريفلكتيف اللي فيها خالص يتلغي، الجلوسنس هيبقى للاخر. تمام، نفس الكلام هنا. تمام، تمام، عايزين نعمل الجزء الخاص بالميتال هنا. تمام يا شباب، احنا عايزين نعمل دلوقتي الجزء الخاص بالفابريك. عندنا الأقمشة، فاحنا عايزين نبدأ مثلا بالستارة. هنخش على الستارة، فثانية أيوة خليها ستاندرد زي ما هي، احنا مش عايزين نغير فيها حاجة. وطبعا هنقلل الريفلكتيف خالص في الآخر.
الجلوسنس هنخليه كده. تمام. نيجي المفروض الجزء ده، أو المفروض الجزء ده من الستارة المفروض إن هو يبقى شفاف. تمام. فاحنا متهيألي إن احنا مش هنخليه زي ما هو بالسيتنج دي يعني، أو بالماتيريال دي. احنا عايزين نروح اندور، عايزين نختار الكيرتن تقريبا، مش الفابريك. كان فيه، أيوة الكيرتن أهي. تمام. عايزين نبقى حاجة شفافة بحيث إن هي تدخل لنا الإضاءة شوية. هي دي اللي هتدخل لنا الإضاءة بتاعتنا، وكل حاجة فيها مظبوطة. ندوس بس أهو. تمام كده. دي كده المفروض الستارة. بعد كده هنروح للسرير عندنا، نبدأ بالجزء اللي هو اللي ورا. هنديله ستاندرد، هنمسح الجزء القاس ده ونرجع نشيله تاني. هنقلل الريفلكتيف خالص، الجلوسنس نخليه هنا كده. نيجي على المخدات، نديله ستاندرد، نمسح كده، نرجع تاني ريفلكتيف نقلله، والجلوسنس نخليه هنا كده مثلا. تمام كده احنا خلصنا الجزء ده. وده بالمخدات. اللحاف بقى نديله ستاندرد، نمسح نرجعه تاني. طبعا مفيش لحاف كده، هنقلل الريفلكتيف بتاعه شوية. الجلوسنس نعمله النص. تهيألي كده السرير تمام. تمام. ده كان تاني درس يا شباب، ان احنا بندي الماتيريال لل للحاجات يعني عندنا. فكرة انا مش عايز يعني، ان شاء الله الحلقة اللي جاية هنعمل اضاءة، وبعد كده بعد الاضاءة هنخش في مرحلة الريندر. هيبقى في فيديو واحد. فكرة ان الفيديو ده عشان ميبقاش طويل، بس فانا ما حبيتش ان هو، ما حبيتش ان انا اخش في الريندر واللايتنج، لان الجزء ده هيبقى اطول من الماتيريال، لان احنا هنقعد نعدل لسه على الماتيريال بعد كده. فانا الفيديو ده بس توضيحي، لان احنا ازاي بندي الماتيريال وازاي ان احنا بنتعامل معاها للناس اللي سألت يعني. عشان الاجزاء اللي بعد كده هيبقى فيها شرح، بس الفكرة اغلبيتها هتبقى بقى بتتعمل بسرعة، لان جزء اللي انا اقعد اظبط الماتيريال وارندر واقعد اظبط الافكت ده بياخد وقت طويل قوي. فانا مش عايز إن الفيديو يطول، بحيث ان الناس تعرف تشوفه، يبقى سهل على الناس. تمام. وقولوا لي برضو لو انتوا حابين ان انا الفيديو يبقى طويل، بحيث ان انتوا تاخدوا اقصى استفادة من الفيديو، قولوا لي. تمام يا شباب. شكرا جدا ليكم. بس يعني يا رب الفيديو يكون عجبكم.